أنا تحدثت مع بعض الأصدقاء في الجزائر وحتى هنا في المغرب. قلنا ودي تكون المظاهرة سلمية لا من الجانب المغربي ولا من الجانب الجزائري، ويجوا الحدود يدخلوا قال يا ودي انت راك متضايق مع ولادك في الدار، عندك مشكلة في الدار، احنا علاه هذا هو. لا انت ما عجبتكش بعد البسطيره ما عجبتكش الحريره ولا الطعم، ما بينك وبين اللي طيب والشباب اكزاكتو. هادشي اللي بغينا احنا ان شاء الله بحول الله. القضيه راهي في العدل، الدوليه وصافي. اودي شوف ماشي قضيه غير عداله، قضيه جدودنا وبواتنا كانوا خوت الجزائريين، كانوا ساكنين في وقت الحرب، كانوا ساكنين لو كلون دوجدا معروف ليستوار، ابو ضياف انا نعرف كانوا يسكنوا في بركان، كانوا يسكنوا في التاريخ هذا ماشي بالمهيدي الكون اللي هنايا il était bombardé par les Français bombardé. انا جو مورابيل نهار كي était bombardé 11h du matin il était bombardé par l'armée française هنا في وجده. علاش؟ باسكو كانوا يداويو الفلاقه، كتشوفوا الفلاقه يجيو هنا يداويو. شكون كان يداويهم؟ لي ميدسان ماروكان ولي ميدسان اللي كان كيستيل هدام الله يرحمه، كلوش الله يرحمهم، هادو دي ميدسان الجيريان اللي كانوا. السبيطار كانت جناح كله كان سميتو موريس كوستو لوبيتال، جناح كله غير نتاع الناس تاع الجزائر اللي يجيو يداويو هنايا. والناس كان سميتو موريس كوستو. هاد النقطه متهرمه مي بيان سور. بومدين كان ساكن على عنده ولاد بالحاج، ساكن تما في ديك الفيرما، ساكن تما. بوتفليقه زاد هنا وقرا هنا وسكن هنا تربى هنا واختار عاد هنا هذاك كاع ما نهضروش على هذاك راه وجدي بيور انسي تسويت. وداك لو كلون دوجدا دخل في ليستوار، هما سته كانوا ساكنين هنا، ساكنين في هذه الجهه هذه. ومن استقلت اون 62 ريفيروندوم انا عقل صغير، من عقل على ذاك النهار كنا ديك قسما كنا حافظينها، كاع الناس حافظها في المدرسه، الناس حافظين داك اللي ناسيونال ما هضروش عليها. قال بالك على ليبوك il y avait pas d'hymne national marocain، كاين l'hymne national marocain سي في كوب دي مون 70 باش تكتب هذاك كانت غير لحن فوالا. هذه قسما كانت كاينه، هذه قسما هذه هذا هو الهيم ناسيونال تاع الجزائر. انا ما كاوش كاع حافظها، حضروش عليها. شوف الحياه كيفاش، شوف دابا من جبر ولادنا. انا باش نعرف فوقاش الحدود من زاد ولدي الكبير مشيت لالجي في اللوطو، غير دخلنا تبلعت. الو لاج تاع ولدي هو لاج تاع التبلاع. الروبير تاعي لا 24 23 وشويه عندي الروبير لاج تاعو. انا كنت نجيب له هنا لعند الولد هذا بيان سور ولا لا باش. وحمام بوغراره كنا نمشيو لحمام بوغراره هو واحد الحمام بحال نقولوا سيدي حرازم 20 كيلومتر. انا غير 20 كيلومتر غير في الباب. انا نعطيك واحد المقولة اللي ربما عمرك ما سمعتها. حذاري تقولوا الشعب الجزائري راه مع النظام 100% ضد المغرب. هذه من سبع المستحيلات. هذا احنا عارفين. هذا عندهم شي 15 أو 20%، ما كاينش 20%، 15 خاصة بعد هذه الانتخابات الأخيرة عاد أكثر وأكثر. 15 بعد هذا الشيء اللي صار هذا تاع ايوا على كل حال. شوف الشيخ نتايا احنا المهم الفن يجمع اكثر مما تجمع السياسه. الفن راهو رساله، هذا هو اللي يجمع. الفن راهو رساله، الفن رساله تبث وتجمع بحال السبور. السبور حتى هو السبور الى لا كولتور قبل تسبق بعد السياسيين ما نهضروش عليها. انا كنت في السجن وقتلوا هذه القضيه في الجزائر. تقدروا تنشروها ونعطيكم حتى القصيده راهي موجوده. تقدروا تنشروها يعني بسهوله وبتفويض مني انا شخصيا. ضروري نعطيكم ونشروها. كنا في السجن حتى
في 28 نوفمبر سنة 2009. تقولوا الفن ماهوش تاريخ؟ فن تاريخ، فن تاريخ. انقرعوا في العفو حتى جاو جبدها لي ما تروح شباب غير انا واحد بالسير الرئيسي. حتى جاو الحارس يبلغنا، قال لي يا ولدي رانا تمد العفو الا للرياضيين. فنانين لماذا وانا فنان؟ كان نحكم عليه بشي حاجه قليله. الوشايه او الشتم قليله. ما تروحش بعد انا في السراير. تجي الحارس ده قال له دير العفو، راه رئيس الجمهوريه مدوا الى الرياضيين. بقيت نبكي، انا بكيت، قلت يا توني الفن ابن الثقافه، الفن ابن الثقافه، والثقافه ما خليه يقولها في موته، يقولها غير باش والثقافة مشتقة من مشتقات الرياضة، مشتقة من مشتقات الثقافة، بنت الثقافة. الرياضة بنت الثقافة. غضني الحل، بكيت وكتبت هذه القصيدة وسمعوها الكل، سمعوها الكل. قلت له النظر اللي نفاز بهم يحتموا البارح، ما تروحش بعيد غير هنا واحد بالسير الرئيس. شوف هذا الله، لا ما تروحش بعيد غير هنا واحد بالسير الرئيس. واش من فرق ما بين رياضي وفنان؟ الرياضي علاش تتعرفوا من الحبس يا الرئيس، والفنان في القلوب ما عنده مكان. اي فنان مغرور هنا وين يحس يا الرئيس، ومع الصفر يحط روحه بالميزان. خاطر الفنان ما عندوش حق في البلدان العربيه والاسلاميه، كله حرام، فن حرام. اي فنان مغرور هنا وين يحس يا الرئيس، ومع الصفر يحط روحه بالميزان. هل الصح مشوبه بالفن في السير الرئيس؟ أنا لازم يحس الإنسان من حقي نبكي وقلبي يتحمس يا الرئيس. فكرت شي رجال كانوا في الميدان بنقطة حساسة، نفكر الرئيس باش يحس، باش يعرف شكون فجر البركان. تفجير البركان هذا شكون هو؟ شكون اللي فجر البركان؟ فنانين هما اللي عطاو واحد الانطلاقة، عطاو واحد الانطلاقة، عطاو واحد الشرارة تاع الفنانين اللي حركوا الناس، هيجوا الناس. بنقطة حساسة نفكر الرئيس باش يحس، باش يعرف شكون فجر بركان. عيسى مسعودي في صوت العرب، ما تعرفوهاش انتم هذا؟ إذا أنت عم يسمع صوت العرب. هذا عيسى مسعودي مذيع في إذاعة صوت العرب. عيسى مسعودي في صوت العرب، إعلامي وفنان شعره مثقف. يوم تسمع النار في قلبك تلهب، ومنين يذيع الناس حتى ترجف. وشاعر الكبير بالصدق يحارب، مبدي بالسجون يبكي ويألف. مبدي زكريا سليمان الشيخ، اللي معاش مسكين، اللي معاش مات مسكين معذب في تير تعلقوه عاد ما هم كتف. محمد التوري الفكاهي المعجب
ما نظنش إلا الرجال كيما ذو تتلف. واش من فرق ما بين الرياضي والمطرب؟ جميع من غلط في الصح لازم يستعرف. جونا ثلاثة أفراح في عيد الثورة، حسبوا معايا مليح، جونا ثلاثة أفراح في عيد الثورة في شهر الثورة 2009 أول نوفمبر 28 انتصرت الكورة، و28 العيد الأكبر، تسيب العيد الكبر تاع 2009 28 تسيب طاح في 28 التاريخ ما يغلطش. جونا ثلاثة أفراح في شهر الثورة 2004 أول نوفمبر، رمي نوفمبر طاح في ذاك النهار. 18 منهم انتصرت الكورة، و28 العيد الأكبر. الجزائر ضوت على القارة السمراء والحمد لله زاد الخير الثمر. نشكر كل من نظموا هذه الفكرة، وبالتكنيك بكوا فراعنة مصر، تغلبنا على المصريين في ذاك الوقت، حقرونا في بلادهم الحق، انتصرنا وما زال نزيدنا ننتصر بدم الشهداء والبيضاء والخضراء. البيضاء والخضراء هذه دم الشهداء والبيضاء والخضراء، والطاقم الفريق كله يستاهل الشكر. غير حاجه اللي ركبت قلبي عبره، كشفت الفنان ما عندوش القدر. الزياره ديالك ما تمشيش لها. وصل للموضوع يعني شبه سياسي، لازم فيها باس هذيك السياسه، فيها السياسه دائما فيها هاك وهاك. فهمت؟ انا المطلوب منكم واش راكم تسمعوا مني كتبوه. شتا هو؟ امانه ما تتجاوزوش هاي مسجله ماشي لا احنا ما غاش احنا عارفين هذا مسجل هذا الدكتور السي الدكتور انا مشيت للمغرب زير نولي، لقوني الاحباب بالفرح والاحساب في ارض الملوك وجبرت رجالي. هذا هو حد شرف الانسان. الملك المرحوم بقي في بالي، عاوننا في الضيق مخنا الأمان. نطلب منك يا الخلق العالي توضع الخامس في جنة الرضوان. سلالة الأشراف من النسل الأصلي كان مساعد الشعب، وضع له ميزان. مات الأب وبقى الولد بتولي بعد محمد راه مولاي الحسن، ورانا راح نزيدوا فيها محمد السادس. اخر كلمه تقولها لنا. اخر كلمه نقول لكم راه مساعدكم الحظ باش تبنوا المغرب الكريم الطيب. راه الحظ في جنبكم. اذا حبيتوا تبنوا بلادكم ما خصكم حتى شيء ما خصكم. وبالاشهاد نتاع الجمهور المغربي، ما كانش واحد في المغرب اللي سبته يقطع في الملك. كلهم يحبوا الملك، كلهم سيدنا، وكلهم الله يسروا. وهو كيبغي الجزائر، وشحال من مره يعني نادى الاخوه الجزائريين الاشقاء باش يفتحوا الحدود، ومازال كينادي باش يفتحوا الحدود. لان عارفوا باننا حنا والجزائريين شعب واحد، ما يمكنش يكونوا اكثر. الكلمه الاخيره اللي نقولها لكم عن عقده سوداء، نطلب من الله العلي القدير تفتح الحدود، العقده بسلم ان شاء الله، بسلم وبأخوة ان شاء الله، وبصداقة والى غير ذلك. ان شاء الله. ونشكركم.